في صيف سنة 1809 كان في راجل ماشي بسرعة وهو عريان تماما وعينه مش مفارقة الناس اللي وراه، وفجأة شاف بطرف عينه انهم بدأوا يجروا وراه بكل قوتهم. الراجل كمان بدأ يجري بأقصى سرعة عنده لأنه كان عارف ان لو اتمسك اللي هيحصل له هيكون مرعب. جون كولتر وشريكه جون بوتس كانوا في المركب بتاعهم في نهر جيفرسون في منطقة مونتانا بيشوفوا مصايد حيوان القندس اللي نصبوها طول الليل. الشغل البدري ده كان مقصود عشان يكونوا في أمان من قبيلة بلاك فوت. الصيادين في المنطقة دي اتعلموا إن أي ظهور للقبيلة دي ليهم يعني مصيبة. طول النهار كانوا بيستخبوا بالمركب بتاعهم ويتكلموا بصوت واطي جدا، وبعد ما الدنيا تبقى ليل يشتغلوا بسرعة عشان ينصبوا المصايد، ومع أول ضوء يرجعوا يلموها ويختفوا تاني. وهم ماشيين بيشوفوا المصايد كولتر سمع صوت رعد بعيد، والصوت كان بيعلى كل شوية، فقال لبوتس انهم لازم يستخبوا، بس بوتس اتريق عليه وقال ان ده اكيد صوت قطيع جاموس. كملوا شغل واتحركوا في النهر والصوت فضل يعلى. فجأة كولتر شاف حركة على الضفة، محاربين من البلاك فوت بدأوا ينزلوا من على خيولهم ويخرجوا من وسط الشجر والحشيش. عددهم وصل لأكتر من 800 محارب وكلهم عينهم عليهم. واحد من المحاربين شاور ليهم انهم يقربوا من الشط، وكولتر استجاب فورا، لكن بوتس رجع بالمركب لورا ورفض ينزل الشط رغم توسلات كولتر. لما البلاك فوت اتأكدوا ان بوتس مش هيسلم نفسه ضربوه بسهم في رجله. بوتس رد بضرب نار وقتل واحد من المحاربين فورا. محاربي القبيلة ردوا عليه بوابل من السهام طار ناحية المركب، وبوتس مات في مكانه. اللي حصل بعد كده كان أبشع. كولتر وقف يتفرج وهم بيطلعوا جثة شريكه للشط وبدأوا يقطعوا جسمه لحتت ويرموها في وش كولتر لحد ما بقت كومة تحت رجليه. البلاك فوت خلوا كولتر يقلع هدومه كلها وعملوا مجلس عشان يقرروا هيعملوا فيه ايه. في الأول كانوا عايزين يخلوه هدف يتدربوا عليه بالسهام، لكن زعيم القبيلة كان عنده فكرة تانية. بص لكولتر وسأله بأسلوب ماكر: هو انت بتجري بسرعة؟ كولتر كان عارف ان البلاك فوت بيمنحوا العدو فرصة يجري عشان حياته كنوع من التسلية قبل ما يصطادوه. كولتر كذب على الزعيم واصطنع الخوف وقال له انا مش بعرف اجري سريع خالص، وده عشان ما يخافوش منه وما يقتلوهوش فورا. الزعيم مسكه من كتفه ومشي بيه لمسافة بعيدة عن باقي المحاربين وشاور له بايده وقال له وريني هتعرف تهرب ازاي، وسابه يبدأ يجري كبداية. كولتر في الأول كان ماشي بسرعة وهو مرعوب وبيرمي عينه وراه كل ثانية، وبمجرد ما شاف المحاربين الشباب بدأوا يصرخوا صرخات الحرب وانطلقوا وراه انطلق بأقصى سرعة، لأنه كان عارف إن دي فرصته الوحيدة والأخيرة عشان يفضل عايش. الجري كان فوق أرض كلها صخور حادة ونبات الصبار الشوكي، ومع كل خطوة الشوك كان بيغرس في رجله العريانة ويقطع في لحمه. فضل يجري ويجري لمسافة حوالي 10 كيلو تحت الشمس وهو عريان تماما، لدرجة ان المجهود الخرافي والضغط اللي حصل لجسمه خلى انفه بدأ ينزف دم بغزارة، والدم نزل غطى صدره وبطنه وبقى منظره زي الزومبي وهو بيجري في عز النهار. لما تعب جدا وبص وراه لقى انه فعلا قدر يسبق المحاربين اللي كانوا بيطاردوه، ومفضلش وراه غير محارب واحد بس كان نفسه طويل وقرب منه جدا وكان ماسك في ايده رمح. هنا كولتر وقف فجأة ولف وشه للمحارب ورفع ايده لفوق وهو غرقان في دم ومنظره مرعب. المحارب اتخض من المنظر المفاجئ ومن سرعته اختل توازنه وهو بيحاول يرمي الرمح، فاتكعبل ووقع في الارض والرمح اتكسر نصين. فقام كولتر هجم عليه ومسك سن الرمح المكسور وقتله بيه في مكانه، واخد بطانية المحارب وجري ناحية نهر ماديسون. لقى كولتر سد عاملاه حيوانات القندس، وده بيبقى عبارة عن كومة خشب وطين وليها مدخل تحت المية، فغطس في المية الساقعة ودخل جوه تجويف السد. المحاربين وصلوا وبدأوا يفتشوا في كل شبر وهو سامعهم هما بيصرخوا من الغضب، لدرجة انهم وقفوا فوق السد اللي هو مستخبي جواه وهو سامع خبطات رجليهم فوق دماغه وحابس أنفاسه تماما. بعد ما اتأكد انهم مشوا خرج وسبح مسافة طويلة في النهر عشان يضيع اي اثر ريحته من الكلاب او المتتبعين. وبدأت رحلة مستحيلة استمرت 11 يوم مشي فيها حوالي 322 كيلو متر حافي وعريان تماما، مفيش غير بطانية المحارب اللي قتله هي اللي بتغطيه. قطع جبال وعرة
وعبر أنهار مجمدة وهو بياكل بس جذور النباتات. لما وصل أخيرا لمحطة مانويل ليزا التجارية، صحابه ما كانوش مصدقين إن ده بني آدم. كان عبارة عن هيكل عظمي، جلده محروق ورجليه متدمرة تماما، لدرجة إنهم قعدوا وقت طويل عشان يتأكدوا إن ده فعلا كولتر اللي رجع من الموت. سنة 1810 كولتر ساب حياة رجل الجبل وراح لمدينة سانت لويس واتجوز واحدة اسمها سالي، لكنه مات بعدها بفترة قصيرة وهو في أواخر الثلاثينات من عمره بسبب مرض الصفرة. وعشان كده الناس لسه بيعتبروا كولتر هو أول رجل جبل حقيقي في أمريكا. اتعملت عنه حلقة في مسلسل اسمه Into the Wild Frontier. الحلقة اسمها جون كولتر King of the Mountain Men.